سلام سلام، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم جبت لكم ريسيت تاع صابلي تاع الوردة اللي دار حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. نبداو الوصفة على بركة الله. في ريسيبيون عندي 125 غرام زبدة لابيل، عندي زوج صفار بيض وحبة بيض كاملة، ضفت لهم قرصة ملح، وضفت لهم زوج ملاعق سكر ناعم ولا سكر جلاس. نضربوا المكونات مليح حتى يضاعف الحجم نتاعها تولي بيضاء. نضيف لها زوج ملاعق مايزينا يكونوا بومبي شويه. نخلطوا المكونات مع بعض. وهنا عندي حبات جوز، زدتهم ملها، فتتهم غير بيدي، درت 3 حبات. هذه كإضافة تقدروا ديروها، تقدروا تنحوها، يمد واحد الذوق مليح اللابات. هنا عندي شويه لافاني خلطتها، ومن بعد بديت نضيف الفارينة وعلى راس المغرف خميرة تاع كاطو. نتجمعوا بصبعتينا، ما لازمش ندلكوا لابات، وعينكم ميزانكم. بداو ضيفوا الفارينة بشويه حتى تتجمع لكم كيما هاك. ديروها في ساشي وخليوها ترتاح. مرة ارتاحت لي لابات فرشت ساشي، من بعد حطيت لابات تاعي، زدت ساشي من الفوق وبديت نكسل فيها بالحلال. ما ديروهاش رقيقه بزاف باسكو عندها الخميره راح تطلع لكم شويه، خلوها قيس قيس. دوك نوري لكم هاكا تكون لابات. هنا نجيبو الطبق تاعنا. انا استعملت هذا، هو يعني تاع مقراط بصح انا استعملته في الصابلي. ديروه في الفرينه باش ما يلصق لكمش. فوالا، وكملوا كاع لاباط تاعكم. شوفوا كيفاش تجي شويه مليحه، ماشي خشينه بزاف وماشي رقيقه. نحوا الحبات تاعكم، من بعد ديروهم في سنيوه ودخلوهم للفور يطيبوا على 180 درجه 200. هنا نروحوا لكريمه الزبده. عندي 125 غرام زبده، عندي كاس سكر جلاس. نطلعوا المكونات كاع، نضيفوا لهم ربع كاس زيت بدفعات، ما نضيفوهش على ضربه. نبقاو نخلطوا حتى يبيض الخليط تاعنا ويطلع. وهنا كنكهه انا حبيت نضيف شونتي، درت زوج ملاعق شونتي. تقدروا ديروا الشاميه، تقدروا ديروا اي ذوق حبيتوه. وزدت لها شويه لافاني وبقيت نطلع. نجيبوا لابوشادوي نعمروا كريمه الزبده تاعنا. تقدروا ديروها في فريجيدر تبرد شويه تحكم روحها، من بعد تخدموا بها. فوالا، هنا نجو نديرو صاير داير على الحبه تاعنا، وفي الوسط درت شويه شوكولا. تقدروا ديروا نيسلي ولا ما تديروش عادي. نغلقوا الحبات تاعنا ونديروهم في الفريجيدر يشدوا روحهم. هنايا نجي نقلاصيهم. ذوبت الشوكولا وبديت نخبط فيها هكا باش يسيح الزيت تاعها. هنايا بعد ما بردوا لي في الفريجيدر جيت نديكوريهم بهذا الورده. المول هذا راه يتباع في المحلات. ندير شويه شوكولا ونلصق الحبه تاعي تاع الورده. كاين بزاف اشكال، انا عجبني الشكل هذا. نكمل الحبات تاعي، من بعد نزينهم بلا فايدوغ. نديرو هكا شويه في الوسط. تقدروا تستغناو عليها. الديكور هذا يبقى على حسب الذوق. وهنايا جبت شويه ناكري، هذا يتبع سائل. بديت نرش الحبات نتاعي هكا، ما تكثروا لهاش باش ما تجيش اكزاجيري بزاف. وكما قلت لكم لا ديكوراسيون تبقى على حسب اختياركم. فوالا، بعد ما كملت حبات الصابلي نتاعي، شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله.
يتكلوا بالعين قبل الفم. مام جات لاباط بزاف هشة وبنينة. نتمنى الوصفة هذه تكون نالت اعجابكم. نتلاقاو في وصفات جديدة ان شاء الله. سلام.